اتحرك نابليون سرا من ميناء طولون، وعلى مالطا جايين، ثم وصلوا جزيرة كريت ومنها الإسكندرية، واستنفذ المماليك كل موارد البلاد، حل ما بينهم من نزاعات. قام نابليون راح موزع منشورات، أقناع المصريين إنه جاي يحارب المماليك ويعمل حكومة أهلية يكون فيها حكام مصريين. أهالي اسكندرية ما كانوش ساكتين، راحوا على طول يقاوموا الفرنسيين بزعامة الحاكم السيد محمد كوري أو السيد محمد كريم. راح نابليون، راح الفرنسيين قاموا قضوا على المصريين وقبضوا على السيد محمد كريم وقتلوا كل الناس وأعدموه رميا بالرصاص. في إمبابة المماليك كانوا مستنيين عشان يقاوموا الفرنسيين، لكن اللي حصل أكيد انتصار الفرنسيين وهزيمة المماليك، ومراد بك وإبراهيم باشا والوالي للشام ومراد بك إلى الصعيد. يبقى اللي حصل كان أكيد إبراهيم والوالي هربوا للشام ومراد بك فرع على الصعيد. في القاهرة الوضع ما كانش لطيف، وقامت ثورة مركزها الأزهر الشريف. الأزهر الشريف واتقاتل الحاكم الفرنسي للقاهرة، واتنقلت الثورة للأقاليم المجاورة. استخدموا القمع والإرهاب ضد الثائرين، واقتحموا الأزهر الشريف بالخيول، فأثار الشعور الديني للمصريين. طيب شافوا أثار استحالة بقاء الحملة في مصر، عدد الجنود ناقصين، والدولة العثمانية حملات تانية بعتيه، ومقاومة المماليك ومعاهم المصريين. شاف في اتفاقية العريش شاف ايه؟ شاف الاتفاق مع الدولة العثمانية على خروج الحملة الفرنسية على نفقة الدولة العثمانية. شاف خروج الحملة الفرنسية على نفقة الدولة العثمانية، لكن اعترضت الحكومة الإنجليزية وطلبت استسلام الفرنسيين تمام. راح